لما نيجي نتتبع مع بعض تاريخ العملة أو تاريخ الجوانب النقدية في حياة البشر، هنلاقي إن الموضوع مر بمراحل كتير جدا. أولهم كان حوالي سنة 9000 قبل الميلاد. من 9000 قبل الميلاد كان نظام العملة القائم ما بين الناس كان قايم على حاجة اسمها المقايضة أو المقايضة زي ما هي معروفة عند الكل. والمقايضة دي لو جيت سألت أصغر طالب في أولى إعدادي هيقول لك التعريف المبسط ليها اللي هو تبادل سلعة بسلعة. ودي كانت قايمة على اعتبار إن مفيش حاجة اسمها عملة تحدد قيمة الشيء. فبمعنى أصح هنتبادل إيه؟ الشيء اللي معايا منه زيادة وأنت محتاج منه، والشيء اللي معاك منه زيادة وأنا محتاج منه، هنتبادل ده بده. أما بقى بالنسبة لتحديد القيمة فكانت بتختلف. يعني مثلا دلوقتي لو أنا هديك كيلو رز فأنت المفروض هتديني قصادهم مثلا 2 كيلو مكرونة، على اعتبار مثلا إن الرز أغلى من المكرونة شوية. لو أنا مثلا هديك كيلو طماطم فأنت هتديني قصاده 2 كيلو بطاطس، وهكذا. ده كان النظام السائد في الوقت ده، كان اسمه نظام المقايضة. فضلت المقايضة شغالة لحد سنة 3000 قبل الميلاد، لما ظهر نوع جديد من التعامل ما بين الناس اسمه الشيكل. والشيكل ده تم تداوله أكتر في بلاد ما بين النهرين اللي هي النهارده العراق. والشيكل هنا كان بيعتمد في الوزن بتاعه على الشعير، يعني 180 شيكل من الحبوب يعادل حوالي 11 جرام. ومع الوقت استبدلوا الشيكل بالعملات المعدنية. نيجي بعد كده للمرحلة الثالثة وهي سنة 1200 قبل الميلاد، لما ابتدوا هنا الناس يستخدموا حاجة غريبة جدا في التعاملات ما بينهم، وهي الأصداف البحرية. كانوا بيشكلوا الأصداف هنا على شكل خرز وكانوا بيستخدموها في حتة التعامل. ولكن هنا بقى إزاي نفرق ما بين الصدفة كعملة وما بين الصدفة كمادة تجارية؟ الموضوع ده بقى لحد النهارده كده هو محل نقاش ما بين علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية. نيجي بقى للمرحلة الرابعة وهي سنة 1100 قبل الميلاد، وبالتحديد في الصين. الصينيين هنا كانوا اخترعوا نوع من العملة وعملوها من البرونز، ولكن كانوا عاملينها بشكل غريب قوي، على شكل أسلحة صغيرة كده. يعني مثلا تلاقي عامل مثلا منجل صغير، سيف صغير، وهي دي العملات. ولكن مع الوقت قال لك انا ايه اللي يجبرني ان امد ايدي في جيبي وممكن الحاجات دي تعورني، واستبدلوها بشكل الاسلحه وعملوها بشكل دائري. بعد كده بقى نروح لسنه 600 قبل الميلاد، وهنا بدايه اختراع العمله، وبالتحديد في منطقه اسيا الصغرى، وبالتحديد اكتر في منطقه اسمها منطقه ليديا اللي هي النهارده بتقع في تركيا، في عهد ملك اسمه ملك الياتس، او بعض الناس بيسموه كوربيسوس. هناك تم اصدار اول عمله في العالم، وتم صناعة العملة هناك من الذهب والفضة. وفضلت الذهب والفضة هي العملة الرسمية للإمبراطورية الليدية لحد ما سقطت الإمبراطورية دي على إيد الفرس. نيجي بعد كده للمرحلة السادسة، ودي اللي بتبدأ من 1252 ل 1533، وبالتحديد في منطقة فلورين اللي هي في فلورنسا في إيطاليا. وهناك تم صك العملة الذهبية، وإن كل عملة خد بالك كانت بتحتوي على 54 حبة من الذهب الخالص، يعني بتعادل النهارده حوالي 3.5 جرام، اي ما يعادل حوالي 200 دولار امريكي في الوقت ده. والعمله الذهبيه دي ابتدت تستخدم قوي في اوروبا، ومن هنا شجعت حركه التجاره. ولكن بعد كده بقى هتحصل نقله غريبه قوي في تاريخ العملات. الكلام ده كان سنه 1290 لما المستكشف الايطالي ماركو بولو عمل زياره للصين، وهناك لقى عندهم حاجه اسمها العملات الورقيه، فاعجب قوي بالفكره دي. وهنا فكره العملات الورقيه جت بسبب ايه؟ إن العملات المعدنية أو الفضية بصفة عامة بتتميز بوزنها التقيل. التاجر صعب عليه إنه يشيل كمية زي كده ويتحرك بيها. أما بالنسبة للعملة الورقية فسهل قوي حتة إنه يشيلها. كمان كانوا بيستخدموا بدلها حاجة اسمها صكوك، يعني ممكن أستخدم صك معين زي الشيك كده بمعنى صح، اللي هي حتة ورقة بتحمل مبلغ كبير جدا، بدل ما اضطر إن أنا أشيل كمية من العملات سواء ذهب أو فضة. بعد كده بقى بتظهر سنة 1400 وبالتحديد في العصور الوسطى حاجة اسمها المصارف. ومن هنا بقى يا معلم موضوع المصرف بيبتدي بقى عمليه حاجه تحصل اسمها الدين التجاري وسياسه الاقراض. واكتر ناس استفادوا من السياسه دي هم الايطاليين، لانهم كانوا بيمولوا اي حركه يقوم بها التجار في البحار. بعد كده بتيجي سنه 1661، ودي تعتبر سنه فارقه في تاريخ اوروبا وبالتحديد في تاريخ العملات، لانه تعتبر اول سنه بتصدر فيها عمله ورقيه نقديه في اوروبا، وبالتحديد في مصر في ستوكهولم في السويد. وزي ما قلنا هنا، لان انت من قدامك ان انت تطبعها بكميات كبيره من غير ما تحتاج ان انت تشيل كميات كبيره من الذهب او الفضه. ولكن على فكره بالمناسبه مصر في ستوكهولم بعد سنه واحده بس اعلن افلاسه، لان كميه الاوراق اللي هو طبعها ما قدرش يغطيها بكميات من الذهب. وده اللي احنا بنسميه في العصر الحالي بمعنى كلمه التضخم، والتضخم ده ان شاء الله هنعمل له حلقه لوحده. بعد كده بقى بنيجي للثوره الصناعيه، وبالتحديد في سنه 1700 وبدايات القرن ال 18.
الثورة الصناعية هنا بتسهل للناس حركة العملة وحركة العمال من بلاد إلى أخرى، وبالتالي حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول بتتحرك بشكل أسهل بكتير. سنة 1871 وبالتحديد بعد الثورة الصناعية، شركة هنا اسمها ويسترن يونيون، الشركة دي بتبتدي تعمل حاجة حلوة جدا للتجار، وهي إنها بتساعدهم على تحويل الأموال من بلد لآخر، ودي سهلت حركة التجارة جدا. بعد كده بنيجي سنة 1946 ودي أول سنة بتصدر فيها أول بطاقة ائتمان. بعد كده تيجي سنة 1997 وبالتحديد مع ظهور الإنترنت وانتشاره بشكل واسع، بتبتدي هنا تظهر عملية التحويلات الرقمية عبر الإنترنت، وكمان بتظهر قوي وبتنتشر حاجة اسمها التجارة الإلكترونية. وفي خلال ال20 سنة اللي فاتت أصبح بالنسبة لك التليفون عبارة عن محفظة أنت بتشيل فيها الفلوس بتاعتك. نيجي بقى لسنة 2008 وإصدار عملة البيتكوين، والعملة دي اللي أصدرها شخص مجهول، واللي من خلال بحثي عن العملة اتضح ان العملة دي الناس كانت بتكسب من وراها، ولكن هي عملة لا مركزية، يعني ملهاش دولة معينة، لكن العملة دي كانت معمولة عشان تغطي بشكل كبير جدا على عمليات غير مشروعة، زي عمليات تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتجارة الأعضاء كمان. ومع الوقت ابتدت عمليات التبادل التجاري تزيد، لدرجة ان احنا عندنا شركة اسمها شركة ابل اصدرت اصدار خاص بيها اسمه ابل باي، والاصدار ده بيخلي كل الناس اللي معاهم ايفون يقدروا ان هم يشتروا ويحولوا الفلوس بتاعتهم عن طريق الموبايل اللي هو الايفون. كمان في شركه اسمها شركه باركلاي كارد اصدرت حاجه جديده جدا ويمكن شبه مش موجوده عندنا احنا في الوطن العربي، وهي الاسوره بتاعت الدفع. اسوره الواحد بيحطها حوالين ايده وبيشحنها بالفلوس وبيدفع من خلالها في اي حاجه، دي بتسهل عليك لا تشيل فلوس وفي نفس الوقت تقدر تشحنها في اي وقت مفيش اي مشاكل خالص، وتقدر تحول من خلالها فلوس زيها زي الموبايل اللي في ايدك بالظبط.